تعالوا احكي لكم النهاردة حكاية الكوبري اللي فكر فيه الخديوي اسماعيل عشان يربط ما بين منطقة وسط البلد أو ميدان التحرير اللي هو كان معروف بميدان الإسماعيلية وقتها، والضفة الغربية من النيل اللي هي منطقة الجزيرة، اقتداء طبعا بمدن أوروبا اللي بتربط الجسور بين ضفافها. الكوبري ده كوبري قصر النيل اللي بيقع بالقرب من ميدان التحرير بالقاهرة، وبيعد أول كوبري أنشئ في مصر للعبور على النيل، ويتميز بتلك التماثيل الأربعة للأسود القابعة عند مدخلي الكوبري المصنوعة من البرونز. وتاريخ بدء بناء الكوبري كان في 4 فبراير سنة 1931، أما تاريخ الافتتاح فكان 6 يونيو سنة 1933. والمهندس اللي بنى الكوبري الجميل دوت هو المهندس رافائيل فريمان. وبدأ العمل بشكل جدي في إنشاء الكوبري عام 1869 حينما أصدر الخديوي إسماعيل الأمر العالي لتنفيذ البناء، وتم إسناد المشروع للشركة الفرنسية، وبلغت تكلفة المشروع حوالي 2750 ألف فرنك أو ما يعادل 108 ألف جنيه مصري في هذا الوقت. واستغرق البناء حوالي 3 سنوات، وبلغ طول الكوبري 406 متر وعرضه 10 أمتار. وكانت فكرة الخديوي إسماعيل لإنشاء هذا الكوبري أو هذا الجسر فكرة عصرية متطورة، اقتداء بمدن أوروبا اللي بتربط الجسور بين ضفافها. الناس زمان كانوا بينتقلوا في هذه الفترة ما بين ضفتي النيل باستخدام النقل النهري، يعني عن طريق المراكب الشراعية اللي كانت بتصطف بجوار بعضها البعض، وبتمد ألواح خشبية بجانب بعضها لكي يسيروا الناس عليها إلى الضفة الأخرى. ومن هنا جات فكرة إنشاء كوبري قصر النيل. ولو اتكلمنا عن تاريخ تماثيل أسود قصر النيل فيعود إلى أواخر القرن ال19، وأبدعها المثال الفرنسي الشهير هنري جاكمار بطلب خاص من الخديوي إسماعيل. طب مين هو جاكمار؟ هو المثال الذي صنع تمثال الكولونيل جوزيف سيف الذي عهد إليه محمد علي باشا ببناء الجيش المصري الحديث. استوطن جوزيف في مصر وأحبها واعتنق الإسلام، واتعرف بعد كده باسم سليمان باشا الفرنساوي اللي أطلق اسمه على أحد شوارع وسط البلد اللي هو شارع سليمان باشا أو ميدان سليمان باشا. وتغير بعد كده الميدان وأصبح ميدان طلعت حرب، بينما انتقل تمثال سليمان باشا من موقعه إلى المتحف الحربي. عايزة أقول لكم إن تماثيل أسود قصر النيل صنعت في الأصل لكي توضع على بوابة حديقة الحيوان بالجيزة، ولكن لما وصلت التماثيل الأربعة ديت إلى القاهرة من فرنسا كان الخديوي إسماعيل خلع من منصبه كخديوي لمصر، وتولى ابنه الخديوي توفيق الحكم. وكانت في الوقت ده بتجرى عملية تجميل لكوبري قصر النيل، وكان بيسمى في هذا الوقت كوبري الخديوي إسماعيل. ورأى الخديوي توفيق إن الكوبري بيحتاج لمظهر ليليق بهيبة واسم والده اللي هو الخديوي إسماعيل، فتم وضع أسدين على كل مدخل من مداخل الكوبري، وحطوا بدل التماثيل الأربعة للأسود على مدخل الحديقة لوحة مجسمة بتصور مختلف الحيوانات في الغابة. وعايزة أقول لكم إن الكوبري بيطل على أجمل مناظر موجودة في القاهرة وأفخم فنادق موجودة في القاهرة، وكمان بيربط ما بين منطقة ميدان التحرير وميدان الأوبرا، وكمان زي ما احنا شايفين ميدان اللي هو تمثال الزعيم سعد زغلول. ودي كانت قصة وحكاية كوبري من أجمل كباري القاهرة
هو كوبري قصر النيل. يا رب تكون جولتي عجبتكم وأشوفكم في جولات جديدة، وما تنسوش إن أسرار وحكايات وسط البلد معايا أنا مولي الحشاش. باي باي.